قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس، وشكرا لكم. سجل الدولي المغربي حكيم زياش ثنائية لفريقه غلطة سراي أمام ضيفه نادي مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا، وقلص زياش الفارق لفريقه التركي أمام المان يونايتد، حيث سجل الهدف الأول عند الدقيقة 35 وأضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 65 من ركلة حرة. وتألق المغربي زياش بشكل كبير في المباراة، حيث ساهم في الهدف الثالث لغلطة سراي بتمريرة حاسمة عند الدقيقة 70 معدل النتيجة ب3 أهداف لمثلها. وصل حكيم زياش نجم المنتخب المغربي تألقه في الفترة الأخيرة بعد عودته من الإصابة، ونجح زياش في تسجيل هدف تقليص الفارق لغلطة سراي أمام مانشستر يونايتد مساء اليوم الأربعاء في 5 جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وتقدم المان يونايتد بهدفين دون رد قبل نجاح حكيم زياش في تسجيل هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني تقدم مانشستر يونايتد بالهدف الثالث قبل نجاح زياش في تسجيل الهدف الثاني للفريق التركي. وتمكن زياش من تجاوز رقم مروان الشماخ الذي سجل 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا. وتساوى حكيم زياش مع مواطنه يوسف النصيري بعد تمكن الثنائي من إحراز 10 أهداف في البطولة الأوروبية.